بسم الله الرحمن الرحيم. دائما في إطار الاستعداد للبكالوريا، أتمنى التوفيق للجميع. كنقترح في هذا الفيديو تمرين أو شكل امتحان وطني تجريبي في الرياضيات، فيه الهندسة الفضائية، الأعداد العقدية، المتتاليات، الاحتمال ودراسة الدالة. كيتضمن 5 تمارين: تمرين في الهندسة، تمرين في المتتاليات، تمرين في الأعداد، تمرين في حساب احتمال، وتمرين في دراسة الدالة. نمشيو للتمرين الأول، الهندسة الفضائية. السؤال الأول: حدد تمثيل بارامتري للمستقيم دي المار من النقطة A والعمودي على المستوى P. المستوى P هذه المعادلة ديالو غنستخرجو منها متجه منظمية. المتجه N واحد ناقص واحد متجه منظمية على المستوى P، بما أنه هو عمودي على D عمودي، إذن هذه المتجهات ستكون موجهة للمستقيم D. Le vecteur n est un vecteur normal au plan P, donc ça sera un vecteur directeur de la droite D. Donc تمثيل البارامتر يكون على الشكل x égale à 2 plus t, y égale 0 plus t à t, و z égale à 2 moins t. عندنا 2 0 2 1 1 moins 1. نحددو التقاطع D مع P. On va déterminer l'intersection de D et P. نستعملو المعادلة والتمثيل البارامتري. غنعتبرو واحد النقطة B كتنتمي للتقاطع. لدينا B تنتمي ل D، دونك يوجد T ينتمي ل A، حيث x B يساوي 2 زائد T، y B يساوي T، و z B يساوي 2 ناقص T. ومن جهة أخرى لدينا B تنتمي إلى P، إذن الإحداثيات ديال B كيحققو المعادلة ديال المستوى. هكذا نعوضو x B y B z B بهاد التمثيل اللي عندنا هنا، نحصلو على 3 t moins 3 égale 0، إذن t égale 1. نرجعو نعوضوها هنايا، إذن t égale 1 نرجعو نعوضوها هنايا في التمثيل، تعطينا x B يساوي 2 زائد 1، y B égale 1، و z B égale 2 ناقص 1، يعني 3 1 1. إذن النقطة B 3 1 1 هي نقطة تقاطع المستوى P والمستقيم D. السؤال الثالث: المستوى P يقطع الفلكة S وفق دائرة صغرى مركزها النقطة B وشعاعها 2. مطلوب منا تحديد شعاع الفلكة ومركز الفلكة. شعاع الفلكة لدينا A2 هي مركز الفلكة، مركز الفلكة S هو A، و لا ديستونس من A حتى المستوى هي نفسها ديستونس AB. ديستونس AB دونك غنديرو x B ناقص x A، 3 ناقص 2 هي 1، 1 ناقص 0 1، 1 ناقص 2 هي ناقص 1. هنا في لا ديستونس غنديرو أو كاري أو كاري تعطينا جذر 3. إذن لا ديستونس من A ل P هي بوتيت d هي جذر 3، وعندي R هو 2 معطى. نخدمو بيتاغور، R هو راسين ديال d أو كاري بلس R أو كاري. شعاع الفلكة هو R يساوي راسين d أو كاري بلس R أو كاري إيكالا راسين ديال 3 زائد 2 أو كاري، حيت d أو كاري هي 3 و R أو كاري هي 4، عطينا جذر 7. عندنا بغينا معادلة الفلكة، المركز ديالها هو A 2 والشعاع جذر 7، إذن المعادلة هي كالتالي: تمرين المتتاليات. السؤال الأول ترجع.
نبينو يو ان كبر من صفر لكل ان، لدينا يو زيرو كيساوي 1 على 3 أكبر من صفر. نفترض أن يو ان كبر من صفر ونبين أن يو ان بلس 1 كبر من صفر. لدينا يو ان كبر من صفر، إذا هذا الكسر كله كبر من صفر، يعني يو ان بلس 1 كبر من صفر. إذا بالترجع يو ان كبر من صفر كيلكو سوا ان. نبين أن يو ان متقاربة. لدينا يو ان بلس 1 سور يو ان إيكال يو ان بلس 1 فوا 1 سور يو ان. عندنا يو ان بلس 1 هي هادي مضروبة 1 سور يو ان، 1 سور يو ان راح يتسامبليفا تبقى لي 1 سور 3 فاكتور دو ان بلس دو يو ان. ألور عندنا يو ان بوزيتيف، لدينا يو ان بوزيتيف، إذا غيكون عندنا هذا العدد صغر من 1، صغر من 1 حيت عندنا 1 مقسوم على قيمة كبيرة كبر من 1 غيعطينا صغر من 1. إذا هذا الكسر صغر من 1 يعني يو ان بلس 1 صغر من يو ان. إذا يو ان تناقصية، وبما أنها مصورة بصفر فهي متقاربة. دونك يو ان تسوي ديكروسونت كار يو ان بلس 1 سور يو ان انفيريور 1. puisqu'il est minoré par 0 la suite UN est convergente. قال لي مونطري كو UN بلس 1 صغر من 1 على 3 UN. لدينا UN بلس 1 سور UN يساوي، عندنا 6 UN كبر من صفر لأن UN كبر من صفر. إذا 3 زائد 6 UN كبر من 3 حيت UN بوزيتيف. إذا نديرو المقلوب يولي صغر من 1 على 3، يعني أن هذا العدد صغر من 1 على 3. إذا UN بلس 1 صغر من 1 على 3 UN كما هو مطلوب. نمشيو السؤال الآخر بين بالترجع. السؤال الآخر قال لي بين أن يو ان صغر من 1 على 3 أس ان بلس 1. ألور يو زيرو كيساوي 1 على 3 هو نفسه 1 على 3 أس 1. يو زيرو كيساوي 1 على 3 هي 1 على 3 أس 1. دونك نقدرو نكتبو يو زيرو أصغر من أو يساوي 1 على 3 أس 0 زائد 1. هي هاد الخاصية هادي. نفترض أن يو ان صغر من 1 على 3 أس ان زائد 1 ونبين أن يو ان بلس 1 صغر من 1 على 3 أس ان زائد 2. ألور لدينا حسب الافتراض يو ان صغر من 1 على 3 أس ان زائد 1 نضربو في 1 على 3 الجهتين تصبح 1 على 3 يو ان صغر من 1 على 3 أس ان زائد 2. هذا من جهة حسب السؤال السابق لدينا يو ان بلس 1 صغر من 1 على 3 يو ان يعني صغر من هادي. إذا تولي عندنا يو ان بلس 1 صغر من هادي صغر من هادي، يعني صغر من 1 على 3 أس ان زائد 1. إذا بالترجع هاد القضية فري كيلكو سوا ان يو ان صغر من 1 على 3 أس ان زائد 1. نحدد ليميت يو ان لدينا. ألور بينا كيلكو سوا ان يو ان صغر من 1 على 3 أس ان زائد 1، وبينا في السؤال الأول يو ان كبر من صفر. إذا كيلكو سوا ان يو ان محصورة بين 1 على 3 أس ان زائد 1 و صفر. إذا الليميت محصورة ما بين هاد لي دو ليميت، وهذا عندنا الليميت ديالو كيساوي 0. هاد الليميت كيساوي 0، دونك كتولي عندنا الليميت ديال يو ان محصورة بين 0 و 0، وبالتالي الليميت ديال يو ان تساوي 0. تمرين إعداد العقدية. السؤال الأول حل المعادلة. إيش في إشكال؟ رجعة مستبقة عامة تولي زد زائد 1 أو تساوي إي أو كاري، نحيدو أو كاري. إذا زد زائد 1 تساوي إي أو زد زائد 1 تساوي ناقص إي، يعني زد كيساوي ناقص إي زائد 1 أو زد كيساوي ناقص إي ناقص 1. إذا مجموعة الحل هما العددين ناقص 1 زائد إي وناقص 1 ناقص إي. الشكل المثلثي والأسي للعدد أ. ألور أ كيساوي ناقص 1 زائد إي، نعملو جذر ناقص 1 على جذر جوج يمثل كوس 3 بي على 4، وهذا سينوس 3 بي على 4. يمكننا نستعملو بالكالكولاتريس. غتعمل شيفت كوس ديال ناقص 1 على جذر جوج غادي يعطيك 3 بي على 4. إذا غتولي عندنا جذر جوج كوس 3 بي على 4 زائد إي سينوس 3 بي على 4. الصيغة الأسية هي جذر جوج لإكسبونسيال إي 3 بي على 4.
الصيغة العقدية للدوران R أو 3 بي سوغ 2. نعتبر M بريم زد بريم صورة M زد بواسطة هذا الدوران. إذن تولي عندنا زد بريم ناقص زد أو كيساوي زد ناقص زد أو إكسبونسيال إي 3 بي سوغ 2. زد بريم ناقص زد زيرو هي زد بريم و زد ناقص زد زيرو هي زد إكسبونسيال إي 3 بي سوغ 2. ألوغ إكسبونسيال إي 3 بي سوغ 2 و كوس 3 بي سوغ 2 بلس إي سينوس 3 بي سوغ 2. سينوس 3 بي سوغ 2 كيعطيني موان زد، غتولي عندنا موان إي إيكال زد فاكتور د زر موان إي هي موان إي زد. دونك زد بريم إيكال موان إي زد. نبينو أن هاد بي صورة هاد النقطة أ بواسطة هاد الدوران. ألوغ لدينا زد بي كيساوي أن بلس إي، الأن يمثل ناقص إي أو كاري زائد إي، نعملو بناقص إي عامل إي ناقص واحد، إي ناقص واحد هي زد أ، دونك يعطينا ناقص إي زد أ. إذن زد بي عطاتنا ناقص إي زد أ، يعني صورة أ هي بي. إذن بي صورة أ بالدوران R أو 3 بي سوغ 2. السؤال هنا أحسب زد أ موان زد بي على زد سي موان زد بي. نعوضو نحسبو غادي يعطينا الفوق ناقص جوج لتحت ناقص جوج إي، نسامبليفيو بناقص جوج تولي واحد على إي، واحد على إي هي ناقص إي. ثم قالي أحسب قياس الزاوية. قياس الزاوية بس بي أ هو لارقمو ديال هاد العدد، هو لارقمو ديال ناقص إي كيساوي ناقص بي على جوج. طبيعة المثلث لدينا ألور هاد زد أ موان زد بي سوا زد سي موان زد بي لقينا هو ناقص إي، دونك المعيار كيساوي معيار ناقص إي هو واحد، تستلزم نقسمو هاد المعيار على جوج، تولي عندنا معيار هذا يساوي هاد المعيار. إذن المسافة بي أ كتساوي بي سي، و عندنا في السؤال اللي قبل الزاوية بي سي بي كتساوي ناقص بي على جوج، يعني نقلبوها بي أ بي سي هي بي على جوج. إذا غيولي عندنا مثلث متساوي الساقين وقائم في بي. سي ان تريونغل ايزوسيل ريكتونغل اون بي. ألور قالي حدد مجموعة نقط أم زد التي تحقق هذه العلاقة. ألور نكتبو هاد العلاقة بشكل أخر تكافئ. هنا غنعمل بإي، إي عامل زد زائد جوج إي، ألور إي ضرب جوج إي هي جوج إي أو كاري هي ناقص جوج اللي عندي هنا، وهنا عندي زد بار وهذا واحد ناقص إي درت بار ديال واحد زائد إي. هنا معيار فيه جداء يتحول إلى معيار في معيار، وهذه معيار نديرو معيار للعدد كله. ألور عندنا معيار إي كيساوي واحد، وعندنا معيار ديال المرافق هو معيار العدد نفسه، دونك يمكننا نحيدو البار. لدينا معيار إي كيساوي موديل دو إيكال أن، موديل دو زد بار إيكال موديل دو زد، دونك كتولي عندنا بهاد الشكل موديل ديال زد زائد دو جوج إي تساوي موديل زد زائد واحد زائد إي. نرجعوها ناقص ناقص جوج إي، وهادي ناقص ناقص واحد ناقص إي. ونعتبر النقطتين نقطة دي لحقوها ناقص جوج إي، والنقطة أو لحقوها موان أن موان إي. إذا هاد العلاقة غتولي عندنا زد ناقص زد دي هنا، وهنا زد ناقص زد أو موديل موديل. هذا كيعطينا المسافة ام دي كيساوي المسافة ام او. إذا مجموعة النقط المطلوبة هي واسط القطعة دي او، لا ميدياتريس دو سيغمون دي او.